ايه هو تكني سامت وليه كل الناس هناك؟ هو عبارة عن ايفنت لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة، بيتعمل كل سنة في اسكندرية والقاهرة. بيتكلموا عن ريادة الأعمال والتكنولوجي والماركتينج والحاجات دي بشكل عام. ايه ده؟ يعني الواد حماد كبدة اللي كان معايا في ابتدائي عنده شركة وراح تكني وأنا قاعد هنا؟ لا، طبعا مش بس لأصحاب الشركات، انت كطالب او حديث تخرج، فريلانسر او موظف او حتى بتدور على شغل تقدر تستفاد منه. وده علشان حاجتين. الحاجة الأولانية إن بيكون هناك سيشنز قوية جدا في مجالات كتير زي التكنولوجي والبيزنس، وناس جامدة اللي بتكون بتتكلم من اللي بنشوفهم في التلفزيون دول. ممكن تروح وتشوف المواضيع اللي هيتكلموا فيها وتختار أي مجال انت مهتم بيه وتحضر، وبجد هتستفاد جدا. الحاجة التانية علشان زي ما انت عارف الناس كلها بتكون هناك، ففرصة كويسة جدا تعمل كونكشنز قوية مع ناس في مجالك أو أي مجال انت بتحبه ومهتم بيه. وكمان في ستارت ابس كتير هتلاقيها قدامك بتعرض خدماتها، وهتلاقيها فاتحة تدريبات وكمان فرص عمل، وكمان هتلاقي كورسات مجانية في كل المجالات تبع الوزارة ومنح. بص، هتعيش حياتك. كمان تكني نفسها بتفتح باب التطوع كاورجنايزر لليوم او انك تكون حد من الميديا، ودي فرصة كويسة قوي وهتتعلم منها مهارات كتير وبتفيدك كمان لما تحطها في السي في. يعني باختصار كده تكني مش مجرد مؤتمر، دي تجربة كاملة، سواء رايح تتعلم، تتطوع، تعمل علاقات او حتى تكتشف نفسك في مجال جديد. هتطلع من هناك بمعلومات، علاقات وافكار ممكن تغير وجهتك خالص. ما تنساش تتابعني علشان هنا بقولك ازاي تحقق اكبر استفادة ليك من اي فرصة تلاقيها، وخصوصا في مجال الماركتينج.